السلام عليكم شباب متابعيني، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بصحة وسلامة، والله يحفظكم جميعا. فانتم لا تنسونا من اللايك والشير والتعليق والاعجاب، وتشتركونا بالقناة. اليوم جيت لكم بفيديو جديد في شرح كيفية تربط الجرس مالتك بالتفصيل وبالترتيب وعلى ضوء الشرح. فخليكم اليوم وياي. هنا أني شاد الرئيسي المغذي يعني شوي على مود السرعة مالت الفيديو، لأن يقولوا لي دا طول شوي، وقلت لهم أنا لازم أوضحها لكم بالترتيب، وعلى قولتهم لازم احنا شني نوضحها لكم أكثر وأكثر. فشباب انتم خليكم وياي. هذا أنا الجرس جبته، خيروكم وياي شباب. هذا الجرس أنا جبته، وهنا إن شاء الله راح نراويكم الحار مالته والبارد شباب. هذا الحار مالته وهذا البارد شباب، هو يدخل بيه بنين. فهنا احنا قدامكم راح نخليه ركبنا على السيطرة نشرح لكم عليها، فأنتم تدرون يومية ويانا، والما متابعنا بالبث المباشر والما لحق على الشرح مالنا، ننزل لكم هذا الفيديو ونشرح لكم إياه من جديد. شباب احنا نجي هنا وياكم راح نسلكها من جديد قدامكم. فهنا احنا شنو يحتاج لنا؟ هنا بايب نخليه لكم نوصله حتى تكمل عندنا المنظومة بحذافيرها قدامكم. هنا هاي الدقمة، هاي هنا الدقمة الخارجية خارج البيت عندك، يكون اليم باب الجراج مالتك. هاي هنا قلنا احنا المغذي اللي يغذي لي القلوب، او كان من داخل البيت انت تاخذ حار او بارد من عندها. هاي احنا هنا الجوزة شنو مخلينها؟ هاي تعتبر انت عندك الجوزة بالسيركت، لين انت كل سلعة احنا بالبيت عندنا شنو يريد لها جوزة، لين حتى تطفي بات تسوي صيانة انت للجرس تتبدله، او للدقمة الخارج البيت مالتك مالت الجرس. هاي اذا انت تتبدلها لازم شلون غير خو مو كهرباء مباشر، فانت لازم تطفي وتشرح لهم. فخليك وياي، تعال هنا. تجي هنا انت شو تسوي؟ تجيب حار وبارد حتى تربط انت الجرس بالبيت. انت وانت تخليه بمكان معين انت بكيفك. احنا من هنا راح نسلكه. هاي قدامك هذا سلكناه. احنا نجي هنا هذا نفلته حتى قدامكم راح نربط هنا الحار ويا الحار والبارد ويا البارد. انا هاي قدامكم حتى شنو نقرب هسه الكاميرا شلون شدينا لكم، وشلون البارد شديناه حتى انتم تعرفون تبدلون الجرس انتم بحذافيره وبالترتيب. هاي قدامك، انا بعد وراه يعني راح افتحه وراه حتى اراكم اياه كشكل شلون انت شده. اجي انا شو اسوي؟ افلته قدامكم حتى اراويك اني شلون انت راح تربط. شوفوا شباب، هذا عندك الحار انت، وهذا عندك البارد. شوف الاشاره مالته. هسه ايش راح اجي اشده. هاي قدامك اسلكه الواير مالته حتى لا يطول الفيديو شباب، حتى لا يطول الفيديو. انا اريد اوصل لكم الفكره حتى انت تربط ببيتك. شباب هذا هسه احنا خلصنا من عنده. شو نسوي؟ فد لحظه خليكم وياي شباب. هسه احنا هنا شنو قلنا؟ شدينا وصلنا الحار، وصلنا البارد مالته. البارد ايش راح نطيه من الرئيسي من المصدر مالنا من الجوزة جاي اللي يغذينا قلت لكم اذا اقرب مكان عندك بلك سويتش بالبكان، يعني باي مكان عندك بالبيت بلك سويتش تاخذ من عنده بارد او حار مصدر. فاحنا راح ناخذ من الرئيسي. انا هنا محضره ماد الحار والبارد الرئيسي، يعني على مود شويه هم السرعه مالت الفيديو قدامكم حتى تعرفون الشرح والترتيب. شباب هسه احنا هنا نزل عندنا الحار والبارد مال الجرس. البارد راح يبقى وين؟ يم البوكس.
شباب. فيم البوكس انت تريد تقول لي شويه تدقق لي اياه. خلينا نقرب لك الكاميرا. تعال هناني. اها شباب، هذا البارد النازل من الجرس، هذا البارد النازل من الجرس، هذا هو لازم بيدي. هذا البارد الجاي من المصدر الرئيسي، هذا هو البارد الجاي من المصدر الرئيسي. شنو نربطهن؟ نربطهن على التوالي. هاي عندنا شنو؟ كملا عندنا الباردات. هاي قدامك خلصت من عندن انا الباردات، جهت من عندن انا هنا. شنو راح يصير عندي؟ راح يصير هنا عندي جوزة. البارد عندي وصل، بقى عندي الحار مالت الجرس. وين ينزل؟ ينزل يروح للدقمة. هذا الحار مالت الجرس شباب وصلته وين؟ للدقمة. هاي قدامك هذا وصل للدقمة. الحار مالت النازل من الجرس وين يجي عندك؟ هنا بالدقمة، او انت عندك بالبيت الخارجي خارج البيت. عرفت شلون؟ هسه هذا وصل. هسه انت تجي وياي تقول لي يابا الحار الرئيسي وين؟ هذا الحار الرئيسي مالته راح نغذيه اللي منين؟ من المباشر جاينا من المغذي من الجوزة. راح نعطيه حار. هاي قدامكم هذا حار رئيسي، وراح ننزله وين؟ همين للنقطة. هاي قدامك. لان هو انت تعرف قلنا لك احنا المصدر مالت الجرس يدخل بيه الحار النازل مالت الجرس، وتعطي انت حار رئيسي حتى شنو عندك تكون العملية كملت. هسه هنا شباب شنو عندنا؟ الحار الرئيسي وصل عندي، البارد المشترك وصل عندي. شنو عندي؟ كملن هنا باعولهن. هاي عندي شوفوهن كملن. الحار نزل من الجرس هذا، والحار المباشر اللي خذيته من هنا من المغذي. هذا من المغذي، انا مغذي لجوز البلاك سويتش. فانتم حتى على ضوء الشرح تعرفون تربطون. هسه شباب وصلنا وياكم. هسه شني شدينا احنا الجرس. فاحنا المصادر شدينا الحار مال الجرس عندنا وين وصل؟ وصل جو للبوكس، يعني يعتبر عندك خارج البيت، يعني يعتبر يم باب الجراج مالتك. هذا انه احنا جبنا له حار منين؟ من الرئيسي. قلنا المصدر مالتنا منين؟ وصلنا الك، خذينا له اله من هنا من يم البوكس حار رئيسي المن للدقمة حتى تغذي المن شنو؟ الجرس مالتك مال البيت. اجينا هنا أنا وياكم جبنا الدقمة. هاي الدقمة باعولها. الربط مالها ما يطول، يعني انت عندك حار النازل والحار اللي يغذي مالت الدقمة. خليك وياي راح اربط اني. هاي قدامك وادني لك التصوير حتى تشوف، واني خادم لكم. يعني احنا نفتح لكم بث وننزل لكم يا شرح على اليمن على القناة مالتنا حتى تفهمون اكثر واكثر وتطبقون وتشوفون شلون العملية. ترى انتم هم اعذروني لان انا ما حد وياي. شوفوا شباب ربطنا الحار النازل مال الجرس، والحار اعطيناه مغذي منه من الرئيسي. المصدر مالنا الرئيسي قلنا من الجوزة، من الجوزة الرئيسية. حتى شباب انا ليش مخلي جوزة؟ هاي تعتبر انت عندك وين؟ بالسيركت. انت من تريد تجي مثلا احنا هناك بنظام التأسيس عندنا احنا مثلا الجرس الى جوزة، حتى مثلا يحترق عندك الجرس نزل الجوزة مالته الخاصة بي. انت شو تسوي؟ تروح هناك مثلا عندك احترق هذا تبدله، عندك الدقمة عطلت، هاي الدقمة عطلت الخارجية مال الجرس، تقدر تنزل الجوزة مالتك. شو تسوي؟ تبدلها على حسب الاصول. ماشي؟ فخليك وياي هناني. احنا هسه هاي كملناها. الدقمة قدامك راح نشد البرغي مالها على حسب الاصول. اها خليك وياي. هاي كملتها عندكم النقطة. هاي قدامك كملتها الدقمة. باع الدقمة كملتها الك. بقى شنو عندي؟ الحار المصدر الرئيسي قلت لكم اغذيت بيه للجرس، والبارد يروح مشترك. فهنا شنو انا خليتك؟ بلاك سويتش. البلاك سويتش شنو هذا؟ عندك هذا الحار وهذا عندك انت البارد. فيا شباب احنا ليش خليت انا بلاك سويتش؟ حتى يعتبر انت اقرب مكان عندك. انت تريد تسلك مثلا، انت تريد تسلك انت مثلا جرس جديد.
فانت قلت لك اني اقرب مكان الك انت تاخذ من عنده من اي بلك سويتش حار رئيسي للجرس، وتاخذ بارد مشترك، فيطلع عندك انت الحار مالت الجرس يروح وين؟ قبل الدقمه، والحار الرئيسي اللي راح تاخذه انت من الدقمه البلك سويتش اللي قلت لك عليها تصير قريبه عليك، تاخذه من البلك سويتش من نفسه. البلك سويتش بيه حار يجي ويجي بيه بارد، فتاخذ من عده تغذي المن للجرس مالتك. ويكون هنا عندك احنا العمليه هسه هاي كملناها قدامك، راح نشد البرغي مالها فخلصناها قدامك حتى انت تطبق على الشرح مالتها. والما لحق علينا بالبث يجي يلقاها هنا عندنا بحذافيره. هذا نجي نركب القبض مالته تكمل كلش انت يعني ابو البيت. وتعال خلنا افحص لك. انت تجي تقول لي احنا هنا انا شباب مخلي جوزه، انا بالنسبه لي هاي شوفوا مخلي جوزه. هذا الحار عندي انا يعني مال هاي المنظومه مال الجرس يعتبر مال الغرفه، وعندك انت اني هذا الحار المباشر مالتي مخليه بالجوزه من جوا، وهذا الحار اللي يغذي الي للمنظومه مالتي او الغرفه مالتك اللي بالبيت، او انت راح تربطها للجرس مالتك. البارد يروح شنو عندك مشترك ما يدخل بالجوزه، خارج الجوزه، فعندنا احنا شنو بس الحار يدخل بالجوزه. فهذا القبض نخليه قدامكم. هسه هنا أنا راح اجي اني اشغل لك حتى تشوف العمليه مالتي والربط مالتي صحيح لو لا. عندك انت هاي البلك سويتش قدامك، وهذا عندك الجرس، وهاي الدقمه مالت الجرس، لان اني ما عندي دقمه خاصه بالجرس. هاي عندي اني شنو هاي عاطله بس مخليها قبالكم اشرح لكم عليها. عندي انا هاي احاديه بس هم تصير للجرس، بس انا ما اخليها تظل عليها ثابته، بس على مود اوضح لكم واشرح لكم عليها اشغل بيها واطفي. فخليك راح ارفع اني الجوزه، رفعت حطيت كهرباء لان انا افحص مو على 220 على 110 لان انا اشرح لكم عليها. بس احنا بالربط البيوت لا نربط على 220 ونفحص. هاي قدامك عندك اشتغلت البلك سويتش، تعال شوفه خلنا ندني لك القناة. هذا اشتغلت عندك البلك سويتش على حسب الاصول. عندك هذا الجرس اشتغل قدامك، شفت الجرس شلون اشتغل عندك قدامك. فالعملية هنا عندنا انتهت. احنا تجي انت خطوات خطوات تسلك انت عندك الواير، تجي بي انت خطوات خطوات تسلك الواير وتشغل انت المنظومة مالتك بحذافيرها. وهذا الجرس قدامك، شفت الجرس قدامك، فهذا الجرس قدامك وسمعتوه وكملت لكم الشرح مالته. فانتم لا تنسون من الاعجاب والشير والاشتراك، واهم شيء نريد لكم الكلام الحلو والتعليق الحلو بالفيديوهات، ووصلونا اكبر عدد وشيرونا على الفيديوهات حتى لاهلكم وناسكم حتى تستفاد، واللي يريد يستفاد يدخل على الفيديوهات مالتنا ويشوفها، واحنا بخدمتكم وانا خادم لكم. وهاي اخير مرة ندق لكم بالجرس حتى تشوفونا شلون العملية كملناها مالت الربط مالتها. سمعتوها؟ وهذا المصدر الرئيسي اللي قلت لكم الجوز اللي عندك بالسيركت فطفيناها. وهنا ننتهي وياكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.